لاعب كرة القدم المسلم إدريسا جاي يهز عرش أوروبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فرحة عمت أرجاء الدنيا النهاردة بموقف هذا المسلم المحافظ على مبادئه، إدريسا جاي اللاعب السنغالي الذي يلعب في صفوف باريس سان جيرمان الفريق الفرنسي. وهذا اللاعب المسلم الذي أراد منه الفرنسيون الاتحاد الفرنسي أن يلبس فانيلا تيشيرت مدعوم أو يدعم فئة الشواذ والمثليين في العالم، ولكنه رفض احتراما لدينه ولنظر الله سبحانه وتعالى إليه. هذا اللاعب يهز اليوم عرش أوروبا بعدما حولوه للتحقيق. إزاي لا يدعم المثليين والشواذ؟ وإزاي هذا اللاعب يتمسك بدينه ومبادئه الإسلامية في وسط أوروبا؟ الآن العالم كله ينتفض لأجلك يا إدريسا، لأنك حافظت على مبادئ دينك في وسط موقف فتنة واختبار عظيم جدا قلما يقف فيه إنسان يتعرض لهذه المحنة. قد يخسر شهرته، قد يخسر لعبه، قد يخسر فريقه، قد يخسر ما وصل إليه في مجال كرة القدم، لكن الله عز وجل عوضه اليوم بدعم من كل أنحاء العالم، من يعرفه ومن لا يعرفه. الآن كرة القدم فيها شباب مسلمون يحافظون على مبادئ دينهم ويوجهون رسالة لكل العالم. هز اليوم عرش أوروبا لما وقفت تحاول أن تضغط عليه لجنة الأخلاق لأنه لم يرتدي هذا القميص. أين أنتم يا عباد المثليين وعباد الشواذ والمدافعين عنهم لحريتهم؟ لماذا لم تحترموا حرية إدريسا حينما رفض أن يخالف دينه ومبادئه؟ المسلم هو المسلم الحقيقي في كل مكان، حينما تأتيه مثل هذه الاختبارات يعوضه الله سبحانه وتعالى. هز عرش أوروبا رغم أن عرشه هو مهدد، لكنه أراد أن يشتري رضا من هو فوق العرش سبحانه وتعالى. هز عرش أوروبا، وعرفت الملائكة اليوم حين كتبت موقفه، وهم من هم الملائكة؟ أطهر الناس، أطهر المخلوقات عصمة بعد الأنبياء والصالحين. هز عرش أوروبا فثبت الله عرشه في قلوب المسلمين جميعا. ادعموا إدريسا جاي، واعلموا أيها المسلمون أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اليوم العالم كله بيحكي ويذكر اسم إدريسا وينشر صور إدريسا، لأنه مسلم يحافظ على دينه، مسلم يوجه رسالة للبشرية كلها. لو كان غضب الله سبحانه وتعالى في كل الشهرة وفي كل المال وفي كل ما سأفعله أنا في بلدكم، سأتخلى عن مستقبلي، لأن المستقبل والأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. إدريسا نصر الله، فانصروه اليوم بهاشتاج أو بكلمة أو بدعوة أو بنفس الفكرة. ادعموا الحق والحرية الحلال، ادعموا المسلمين في كل العالم، ادعموا إخوانكم. الغرب اليوم مفضوح. لماذا مفضوح؟ لأنه اليوم ينادي بالحرية ولا يحترم حرية مسلم على أرضه، ويدعم الشذوذ ويدعم ما يسميها بالمثلية. إدريسا جاي رجل في عالم قل أن يظهر فيه الرجال. إدريسا جاي يهز اليوم عرش أوروبا ليثبت عرش المسلمين وسط فرنسا والدول المجاورة، ليقول لهم: نحن المسلمون أموالكم وشهرتكم لا تعني لنا وسط مع ديننا ومقابل رضا ربنا شيئا. فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. انشروا هذا المقطع دعما لإدريسا، فإن بلغه بلغ، وإن لم يبلغ تعلم العالم أن هناك رجالا لا يدعمون الحرام والشذوذ. السلام عليكم.